الانمي بتاعنا بيبدأ وبنشوف ولد بيجري وهو بيهرب، وفي واحد لابس بدلة باندا بيطارد. الولد بيجري وبيفكر يكلم حد، حاول يطلب مساعده من اللعبة بس شكله خلص كل نقاطه. فجأة بيفكر يبعت رسالة لصاحبه ويطلب مساعدته، وبعت لينج لكانامي على امل انه يرد، بس كان خلاص اتأخر. الولد قرر يواجه راجل الباندا بنفسه، بس الباندا كان شكله غير مرئي. الولد ضرب بسلاحه اللي طلع موس بس ما تصدش. الباندا ضربه بالموس والولد وقع على الارض. الصبح بقى بنشوف كانامي وواحد من صحابه بيوريه جرافيتي غريب الناس شايفاه في كل حته. الجرافيتي طلع في نفس المكان اللي الولد مات فيه امبارح. كيودا دخل وسالهم لو شافوا هماده، بس ما حدش شافه. كيودا كان عارف اللعبه من قبل كده وشاكك ان هماده مات وكان هيمشي، بس كانامي قال له ان اخد دعوه من هماده. كيودا حاول يحذره بس كانامي كان فضولي وقال انه لازم يجرب اللعبه، ورغم ان زميله كيودا حذره بشده انه ما يفتحش التطبيق فضوله غلب عليه فقبل الدعوة وبدأ اللعبة. وفجأة تعبان طلع من الشاشة ونهشه في رقبته وده خلاه يقع على الأرض. كانامي صحي وهو تايه في أوضة المستشفى، بس شال فجرة التعبان من دماغه وقال إن دي أكيد هلاوس وعايز يروح البيت ويرتاح من الصدمة. كيودا قابله تاني وحذره وما يفتحش تطبيق اللعبة، بس كانامي ما قدرش يمسك فضوله. في طريقه للبيت فضل يفكر في اللعبة وليه كيودا مش عايزه يلعبها، فأخد قراره وفتح اللعبة وقبل تحدي قتال من باندي كون. كانامي مفكرش فيه كتير، بس في الحقيقة باندي كون كان راجل عدواني لابس بدلة باندا وظهر فجأة جنبه في المترو، وساعتها باندي كون هاجم كانامي المصدوم، بس كانامي نجح يصد هجومه ويهرب من المدينة. الباندا طارده من غير ما يوقف، وحتى شوردي ما قدرش يوقف الباندا العنيف. كانامي شاف شاهد قبره مكتوب عليه مات على ايد باندا، وفجأة كيودا ظهر وانقذ كانامي، بس باندي كون جرح كيودا جامد. ورغم اصابة كيودا وهو وكانامي نجحوا يهربوا ويستخبوا في جراج عربيات، عشان دلوقتي كانامي يدرك ان دي مش لعبة موبايل عادية، دي لعبة في الحياة الحقيقية يا حبيبي، ما فيهاش مخرج والمخاطرة فيها الحياة او الموت. كيودا شرح له ليه باندي كون خصم قوي كده، عشان هو بيخلي نفسه غير مرئي باستخدام السيجل بتاعه، وهي قدرة بياخدها كل لاعب من نهشة التعبان وبعدين بيتقنها بطريقة طبيعية. بعد كده كانامي وكيودا اكتشفوا ان مفيش فايدة يستخبوا من باندي كون عشان الخصم بيقدر يتعقب مكان كانامي من التطبيق، فقرروا ان كانامي لازم يسيب كيودا المجروح وراه عشان يجذب الباندا بعيد عنه. فكانامي راح الحمام واستخبى. باندي كون قرب واستخدم مسدس شرطي عشان يضرب عليه، بس كانامي كان في لوكر واستخدم طفاية حريق عشان يقتله، وفعلا صد هجمات باندي كون في قتال قريب، بس في النهاية ما كانش شكله هيعرف يقاوم. بس المعركة خلصت فجأة لما الخصم الغير مرئي اتخبط بعربية، وده خلى المعركة تنتهي لصالح كانامي. جثة باندي كون اللي من غير حياة اتنقلت قطعة قطعة وسابت بس خطوط بيكسل على الارض. كانامي كان عنده فكرة عن الخطوط دي وعارف انها بتظهر في كل حتة في المدينة، بس ما كانش عارف ايه اللي ورا ظهورها، والناس فاكراها فن في شوارع المدينة، لكن هو دلوقتي عرف الحقيقة، دي بقايا اللي خسروا في لعبة داروين. بعد المعركة كانامي رجع يجري لصاحبه كيودا، بس ما لقاش غير خطوط بيكسل تانية. كانامي ما صدقش ان صاحبه راح وشاف اخر رسالة منه وكان مكتوب فيها انه لازم يعيش. بعد كده كانامي اخد كام اداة عشان دلوقتي كسب رتب جديدة، واقسم انه هيكتشف الهدف الحقيقي للعبة ويتأكد انه هيعيش لحد النهاية. بنشوف كام عضو عصابة كمان جزء من اللعبة قتلوا لعيبة عشان يسيطروا على منطقتهم، واحد منهم لابس جاكيت تعبان ويمكن يبقى خطر في المستقبل. بعد كده كانامي اخد دعوة من لاعبة مرتبتها عالية اسمها شوكا كيرانو، عرفت بانتصار كانامي على باندي كون واتفاجئت ان مبتدئ زيه يغلب قسم قوي وعايزة تقابل كانامي، فدعته المخزن مهجور وشوكا مش متأكدة لو كان ينفع تثق في كانامي، فطلبت منه يكشف عن السجل بتاعه، وهنا كانامي مقدرش يرد وده خلى شوكا تشك فيه وتحدته المعركة. كانامي نجح يصد هجوم شوكا بنور وامض اعمى مؤقتا، بس حتى هجمات شوكا وهي معمية كانت قوية فشخ. وهنا كانامي عرف السجل بتاعها، بتقدر تتحكم في سلاسل كبيرة بحركات زي التعبان وتطعن اعدائها
كلها برؤوس حادة. وهو بيحاول يهرب من السلاسل دي سمع صوت جواه، واخيرا اكتشف السجل بتاعه بيقدر يستدعي اي سلاح لمسه قبل كده. مسدس كان اتبعت لبيته قبل كده ظهر فجأة في ايده ونجح يسيطر على شوكا بيه، فعمل خدعة بسرعة وقطع كل الانوار واستخدم الضلمة عشان يهاجمها. شوكا ملقتش حل غير انها تعترف بهزيمتها، فكانامي طلع تنهيدة وارتاح واغمى عليه. في نفس الوقت بنت كانت قاعدة على كرسي بتشوف كل اللي بيحصل مع كانامي، وفكرت ان المبتدئ ده عنده موهبة كامنة. الصبح كانامي صحي في سرير شوكا وده صدمه. شوكا طلبت منه يعملوا عيلة مع بعض عشان التحالف ده تكتيك شائع في اللعب الدروي، بيقاتلوا مع بعض ويدافعوا عن بعض ويلموا نقاط مع بعض. كانامي وافق بس عرف انه لازم يعدي فئة القتال بيتو الاول، فكانامي قال لشوكا انها A4 يعني تقدر تعمل كلان وتضيفه، بس هي قالت له ان الراجل المثالي لازم هو اللي يعمل الكلان. فرصة مثالية ترفع مستواه جات لكانامي بعد شوية لما اخد دعوة غامضة في اللعبة. لعيبة مختارين سمحوا ليهم يشاركوا في مطاردة كنز في شيبويا. كانامي وشوكا شافوا انه من الحكمة يستكشفوا شيبويا قبل بداية الحدث، واثناء جولتهم شوكا شرحت لكانامي معلومات مهمة عن لعبة داروين او دي جيم زي ما بيسموها في العلن عشان يحافظوا على سرها. كمان لما كانامي فحص رصيده في الATM اتفاجئ بمفاجأة تانية، النقاط اللي جمعها مش بس درجات في اللعبة دي بتتحول لفلوس حقيقية في حسابه البنكي. فجاله اشعار عن مطاردة كنز قريبة وكان زهقان منها. في نفس الوقت بنشوف مباراة في قفص، راجل لابس روب بيتعمل فيه تعذيب من بنت لابسة قناع. الراجل سألها لو هي اللي قتلت ال 12 راجل في شيبويا ولا لا، فقال انها قاسية وانها بتقتل كل الناس دي بسهولة. وبنرجع لكانامي اللي كان مستني شوكا. وصلت وتظاهروا انهم في موعد غرامي. كانامي سأل عن لعبة داروين بس شوكا قالت له لازم يقولوا عليها اللعبة عشان لو اتكلموا عنها كتير ممكن يموتوا. سأل عن الحدث وقال لها لازم تساعده. شوكا قالت له انها بتساعده فعلا بانها بتشرح له في الموعد المزيف ده الحدث هيبقى في حديقة شيبويا، فتمشوا واتكلموا عنه. شوكا اخدته يتسوق وجربت كذا فستان قدامه. في نفس الوقت بنشوف البنت اللي بيسموها المحللة كانت بتكلم لاعب تاني واديته معلومات عن كانامي. راجل قال انه مبسوط انه اخد المعلومات عن كانامي ودلوقتي يقدر يستهدفه بكل سهولة. بعد شوية موبايل كانامي اتسرق فجأة من إينوكاي اللي نجح يجذبه لشارع مسدود ويتحدى المعركة. إينوكاي قدر يتعقب كانامي من خلال معلومات اشتراها من اللاعبة رين كاشواجي اللي بيسموها المحللة. رين دي بتعيش في اللعبة من جمع وبيع بيانات ومعلومات مثيرة للاهتمام. وبما ان الخبر انتشر ان كانامي المبتدئ هزم القاتل الجديد باندي كون والملكة التي لا تقهر شوكا، كان هدف مغري لإينوكاي. إينوكاي بدأ يهاجم كانامي بوابل من اللكمات وحرص انه ما يستخدمش السجل بتاعه عشان كانامي لسه جديد. كانامي اتضرب ووقع، وفي نفس الوقت شوكا خرجت من غرفة القياس ودورت على كانامي بس ما لقيتهوش. فجت لها مكالمة من المحللة اللي ادتها معلومات عن لاعب تاني شيطان اللهب وحكت له عن كانامي الجديد وجريت تساعده. كانامي من ناحية تانية لفتت انتباه إينوكاي وصعقه بمسدس كهرباء واخد الموبايل بتاعه. شوكا ظهرت فجأة وده خلى إينوكاي يستسلم، فسأل كانامي عن التحالف بتاعه مع شوكا، بس فجأة اخدوا اشعار ان مطاردة الكنز بدأت واللاعيبة اتنقلوا لأماكن منفصلة. كانامي لقى نفسه في أوضة فندق واخد معلومات عن مطاردة الكنز. الهدف ال 300 مشارك انهم يلاقوا 3 خواتم دهب على الاقل في خلال 24 ساعة، بس يخلوا بالهم عشان في خدعة، في بس 300 خاتم في المجمل، يعني 100 لاعب بس هيكسبوا المطاردة. وفي نفس الوقت بنشوف شيطان اللهب اتقبض عليه من لاعب تاني، شاف انه لازم يخلص على لاعب خطير من البداية، ففعلت سجلها وخلقت لهب حواليه، بس فجأة اتقلبت من فوق السطح ووقعت على الرصيف، وده خلى لعبتها تنتهي بشكل مأساوي. الناس شافت جرافيتي بيكسل على الرصيف للبنت اللي ماتت، بس بسبب إشارة تليفون مشيوا مع وما ادوش اهتمام. شوكا عارفة ان اللعبة مش عايزة حد يتدخل. كانامي بص على شرح مطاردة الكنز وازاي يلاقي الخواتم، فاستخدم كاميرا الابعاد على موبايله ولقى اول خاتم تحت السرير، وبص انه لو لقى الحاجات التانية كمان هتبقى بتساوي كتير. وشاف من الكاميرا ان لعيبة تانيين لقوا خواتم، وواحد قرب منه وراح يستخبى بس ما قدرش يدافع عن نفسه عشان اللاعب معاه رشاش، فحاول يجري بس اتزنق. كل المخارج كانت متغطية بشجر، فاستسلم وادى الخاتم للخصم عشان يخلص نفسه اللي سابه يعيش ومشي من المصعد. كانامي شاف ان المصعد كأنه الطريقة الوحيدة اللي هيخرج بيها
بيها من المبنى، بس رين المحللة ظهرت في آخر لحظة ومنعته يدخل. ولما أبواب المصعد فتحت كانامي شاف بسبب تحذير رين المهاجم اللي كان معاه الرشاش كان مرمي على الأرض في قبضة نبتة ضخمة. رين على طول عرفت إن ده شغل اللاعب القوي الفلوريست. الفندق كله كان متفخخ بنباتات، وفي نفس الوقت اللعبة كانت بيتم بثها والناس كانت بتراهن، وشرحوا ازاي شوكا في الصدارة ب6 خواتم وشيدان اللهب قريب وراها ب5، وكمان أشاروا إن مبنى شيبويا متغطي بنباتات وده شغل الفلوريست. البنت اللي لابسة قناع كانت موجودة كمان مع مدير ترينيتي اللي اسمه تيمس، وسأل لو كانوا بيربحوا من رهاناتهم ولا لا. بنرجع لشوكا اللي كانت بتهزم لعيبة يمين وشمال، حتى تيمس سقف لها عشان لاعيبة عظيمة. من الناحية التانية كانامي ورين بيدوروا على طريقة يخرجوا بيها من الفندق ويناقشوا مع بعض ازاي يقدروا يتحالفوا. فرين قالت له انها عارفة كل حاجة عنه وعن السجل بتاعه، وده صدم كانامي فشخ. كانامي ورين ناقشوا اكتر عن كانامي وان عنده قلب طيب وعمره ما حب يقتل حد. كانامي قال انه مش قوي عشان ما قدرش ينقذ كيودا، وقرروا انهم يلاقوا طريقة يخرجوا بيها. بس قبل ما يمشوا كانامي نسخ الرشاش عشان السجل بتاعه بيخليه ينسخ ويخلق اي حاجة. وهما الاتنين بيتحركوا شافوا جثة بيكسل تانية، وفجأة فكرة مرعبة جت لهم. ليه جثة المهاجم في المصعد لسه موجودة وما اتحولتش لخطوط بيكسل؟ كانامي سأل رين لسه ليه ما اتبكسلتش، بس هي ما كانتش عندها إجابة. وهما بيستوعبوا الموقف فجأة حشد من اللعيبة زي الزومبي هاجموهم. اللعيبة دول مش شكلهم ماتوا من النباتات، بالعكس شكلهم اتسمموا ودلوقتي تحت سيطرة الفلوريست اللي خلى البرج كله بقى ملعبه. كانامي على طول ضرب كل الكاميرات عشان عارف ان الفلوريست بيراقبهم، ورين وهي بتجري افتكرت ازاي اخدت السجل بتاعها لأول مرة وازاي قدرت تشوف المستقبل بمعلوماتها، فعلى طول حللت الموقف الصعب. بينما كانامي بيدمر الكاميرات بمساعدة السجل بتاعه اللي اسمه لايلوس. السجل ده بيخليها تحلل كل المعلومات اللي موجودة في الكون وتشوف الماضي والمستقبل بوضوح قدام عينيها. فاستنتجت رين ان الفلوريست لازم يكون في اوضة المراقبة. الفلوريست من ناحيته كان بيسقف لمجهوداتهم وهو بيتفرج عليهم من كاميرات المراقبة، وبعدها اطلق جنوده اللي بيسيطر عليهم بشكل عقلي. كانامي ورين دمروا كاميرات المراقبة واستخبوا في اوضة فندق عشان يعملوا خطة. الفلوريست بسهولة استنتج ان الترتيب اللي كانامي دمر بيه الكاميرات بيسيب اوضة واحدة بس يستخبى فيها عشان يكون في امان من اللعيبة الزومبي اللي متأثرين بالنباتات.